السلام عليكم. دلوقتي انا من فتره كنت عايز اتعلم الرسم، فقبل ما اتعلم الرسم قلت هشوف الاول ازاي اتعلم الرسم، ايه الخطوات اللي انا محتاجها وايه المصادر عشان ما اضيعش وقت كتير او اضيع وقت وانا بتعلم غلط. فهقولك في الفيديو ده الخطوات اللي انا عرفتها وايه المصادر اللي ممكن تشوفها عشان تتعلم منها الرسم. اول حاجه الخطوات بتاعه تعلم الرسم هي كام 5 خطوات. اول خطوه انك تتعلم ازاي ترسم الاشكال الرئيسيه اللي هي الدايره والمربع والمثلث زي الحاجات دي كده. تاني خطوه تتعلم التظليل، لان التظليل ده هو اللي هيخلي الشكل الاساسي زي الدايره مثلا هيخليها كوره زي الرسمه دي كده. احنا عرفنا اول خطوه هي تعلم الاشكال الرئيسيه اللي هي الدايره والمربع والمثلث والقرطاس. وايه تاني حاجه المفروض نتعلمها هي التظليل عشان تدي الشكل العادي عمق، تخليه واقعي اكتر. تالت حاجه بقى محتاجين نتعلمها هي الابعاد. الابعاد دي اللي هي على حد علمي يعني ممكن يكون غلط. مثلا لو انا هرسم ازازه كده، دي ازازه قريبه مني مثلا، فلو انا هرسمها بقى بعيده ارسم ابعادها عامله ازاي. يعني لو انا هرسم نفس الازازه دي بعيده ارسمها عامله ازاي، مثلا ارسمها كده، دي كده يبقى ابعادها غلط. فدي الابعاد عشان ترسم احجام الحاجات صح لما تقرب منك او تبعد. رابع حاجه المفروض تتعلمها هي المنظور اللي هو برسبكتيف. المنظور ده اللي هو مثلا لو انت باصص زي دي كده، لو انت باصص مثلا على حاجه والحاجه دي ممتده لبعيد قوي يبقى شكلها عامل كده. مثلا لو في صناديق كتير، انا ما بعرفش ارسم لسه، انا لسه ما كملتش موضوع الرسم يعني، والصناديق دي ممتده لحد الافق خالص، فبتتعمل بطريقه معينه زي كده. ده المنظور اللي هو رابع حاجه. خامس حاجه بقى الوشوش، انك ترسم وشوش بشر. بس كده في اخر الفيديو بس عايز اقول حاجتين. اول حاجه ممكن يكون اي حاجه من اللي انا قلتها فيها غلط، ولو حد بيعرف يرسم هيعرف انا قلت اللي انا اعرفه يعني. تاني حاجه في قناه وانا بدور على الرسم وقعت عليها بتاعت واحد اسمه كريم عادل، حرفيا فيها كل حاجه ليها علاقه بالرسم تقريبا يعني. واي خطوه من الخطوات دي لو عايز تتعلمها، لو عايز تتعلم الاشكال الرئيسيه او التظليل او الابعاد او المنظور او رسم الولاد، تقدر تخش على اليوتيوب وتكتب بالعربي او بالانجليزي وهتلاقي الحاجات طبعا. واخر حاجه بعد ما تتعلم الخطوات دي، اهم حاجه انك تتدرب عليها كويس بانك ترسم حاجات من الطبيعه حواليك. اي حاجه تشوفها قدامك حاول ترسمها، وافضل بقى ارسم كتير لحد ما تحسن الرسم، لحد ما انا كمان اتعلم الرسم. بس